السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم قناة أمينة الخالدي. كيف ما عودتكم دائما على الجديد، اليوم جبت لكم شوربة ديال السمك بطريقة سهلة جدا، بما أن رمضان الكريم إن شاء الله قرب، الله يدخلنا وعليكم بالصحة والسلامة. كنتمنى أن هذا الفيديو يعجبكم، لأن كيف ما قلت لكم وصفة سهلة وبسيطة في نفس الوقت. على بركة الله غادي نبدا معكم وصفة إن شاء الله، وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم. اللي باقي ما تابوناش يتابونا عندي ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم او كومونتير. نبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نحتاجوا واحد 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج او لا داند، غنحتاجوا 200 غرام ديال الكروفيت، غنحتاجوا بصله متوسطه وربعه ديال السنينات ديال الثومه وشويش ديال الزنجبيل طري او فريش. الا توفر، الا ما توفرش نعوضوه غير بسكنجبير اللي كنعرفوا كاملين. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا نسيت ما قلت لكم غنحتاج واحد 4 ديال الحبات ديال خيزو او الجزر. الا توفر عندكم كذلك القرعه الخضراء حتى هي كتجي فيه زوينه، ما توفرش كنكتفيو بهذا الشيء اللي كاين. غنحتاجوا الشعريه ديال الشعريه الصينيه، انا استعمل 2 ديال الكاروات. اول حاجه غادي نديروها، غناخذوا الطنجره ديالنا، غادي نضيفوا فيها معلقه كبيره ديال الزبده، وغنضيفوا شويش ديال الزيت بلديه او الزيت العاديه على حسب اللي متوفر. علاش كنديروا زيت مع الزبده؟ الزبده كتعطي واحد النكهه في السمك رائعه، واحد الريحه وواحد المذاق رائع جدا. غادي نديروهم كيف ما قلت، غادي ندير فيهم البصله باش تشحر. في هذه الاثناء كنكون درت كاسرونه درت فيها القشور ديال الكروفيت والراس ديال واحد الحوته كان عندي. المهم انا ما كنلوحش الراس ديال الحوت، السنسول ديالو ما كنلوحوش، كنحتفظ فيه في الكونجيلاتور حتى كنحتاجو كنصوب منه هاد الشوربه هذه ديال السمك اللي كتشوفوا معايا. درت معاها وريقات ديال سيدنا موسى، كنخليها كطبخ مزيان. في هذه الاثناء بعد ما تشحرت ليا البصله غادي نضيف 200 غرام ديال لادان اللي مقطع قطع صغيره، غنخليه حتى هو يتشحر معاه. غنضيف عليه 4 ديال السنات ديال الثومه والزنجبيل طري محكوك او لا نص معلقه صغيره ديال السكنجبير بودر. صافي غنبقى نخلط في هاد العصير حتى تشحر مزيان. ضفنا هنا شويش ديال الابزار، الملحه على حسب الذوق. الملحه كنصحكم ما تكثروهاش لان غادي نستعملوا كذلك صوص صوجا، وكنعرفوا ان الصوجا مالحه، داكشي علاش ما نكثروهاش. هنا ضفت واحد نص معلقه ديال القشور ديال الكروفيت. ان شاء الله شي نهار غنصور لكم فيديو على هاد القشور ديال الكروفيت. حتى هما ملي كناخذ كيكون الكروفيت كنجيبو بزايد، كناخذ القشور ديالو نص كنكونجليه باش كنصوب به الشوربه، والنص كنيبسو في الشمس وكنطحنو على شكل ديال بودره او على شكل ديال العطريه. فيما استعملت يعني اي حاجه بغيت نصوبها شوربه او شي حشوه ديال شي لي شوسون ولا اي حاجه كنستعمل فيها هذاك القشور ديال الكروفيت. نكمل معكم هنايا ضفنا 200 غرام ديال الكروفيت اللي منقي. درنا 2 معالق كبارين ديال المعدنوس. غادي نشحروا هاد العناصر كلها غير واحد شويه، ما تاخذناش وقت بزاف، لان كيف ما كتشوفوا كل حوايج اللي ساهله طيب. لا داند راه غير كيتشحر ساهل، كروفيت نفس الشيء غير كيتهض دغيا كيطيب، خيزو اصلا حكيناه رقيق حتى هو دغيا كيطيب. ضفت هنايا 2 معالق ديال صوص صوجا، كتعطينا واحد النكهه هي مختلفه في الشوربه ديال الحوت. غنحرك واحد شويش، ومن بعد غادي نضيف مرق السمك اللي وجدت من قبل. كيف ما شفتوا هنا، الا ما توفرش عندكم القشور الكروفيت والحوت ولا اي حاجه اخرى، استعملوا الضامه ديال البنه، واخا انا شخصيا ما كنفضلهاش وما كنستعملهاش. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما بدا كيغلى لنا، من بعد بدات الشوربه ديالنا كتغلى، نتوما كتشوفوها معايا هنايا. غادي نضيف دابا الشعريه اللي سلقتها من قبل، غير نص سلقه لان غتكمل طيبها مازال مع هاد الشوربه. راه ما كتاخذناش وقت بزاف، راه تقريبا ما بين 15 حتى 20 دقيقه وها هي وجدات. هذه الشوربه ديال اخر لحظه. هنايا الا كتبغيو الشوربه ديالكم تكون جاريه عادي تخليوها كما هي. الا بغيتو تقلوها شويه، انا شخصيا كتعجبني شويه تكون ثقيله، كنضيف 2 معالق ديال النشا، كنزيدهم شويه ديال الماء بارد كندوبها فيه، ومن بعد كندور بها الشوربه ديالي، سواء توفر عندكم النشا ولا غير الدقيق العادي. صافي كنبقاو نزيدوا ليها نزيدوا هاد النشا للشوربه ديالي، وانا كنحرك حتى كنحصل على القوام اللي بغيتو.
والنبي عليه السلام. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما غادي نضيف النشا والماء غادي نحركها مزيان، نخليها تغلي واحد جوج ديال الغلوات، وغادي نضيف من الفوق واحد العصره ديال الحامض. وها هي الشوربه ديالنا وجدات، يعني فيت في اي بيان في. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا الشوربه ديالي ها هي هنايا واجده. صافي غنطفي عليها ونتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا التقديم ديالها. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال الشوربه ديالنا بعد ما وجدات. كيف ما كتشوفوا معنا الشكل ديالها رائع والمذاق ديالها اروع. بنينه 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوها تردوا عليا الخبر. اللي جربها يجاوب لي في الكومنتير. كيف ما قلت لكم، الا شهوتك في شوربه ديال السمك هادي، التكلفه ديالها بسيطه، وكيف ما قلت لكم سهله في التوجد ديالها، ما كتاخذش وقت بزاف، وفي نفس الوقت المذاق ديالها بنين وزوين. واخيرا وليس اخرا كنعاود نقولها، رمضان مبارك سعيد، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر قريبا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.